ايه ده؟ اولا انا سعيد ان انا دقت المنتج ده. المنتج الاولاني معانا، المنتج الاولاني المنتج ده ماشي زي ما انتوا هتشوفوه هنا موضح اكتر معايا في الصوره اللي جنبيه ماشي. ده معمول بالقرفه، معمول بالقرفه، حاجه غريبه قوي نزلها ابو عوف. هنفتح ونجرب وندوق زي ما انتوا شايفينه. صورته جنبيه اهي عشان اللي مش شايفه هو في ايدي، عشان هو صغير قوي مش عارف ايه الحجم ده. بصوا عامل ازاي يا جدعان بيو ده. طبعا احنا عارفين ان معمول الكلاسيك عادي اللي انت بتروح تجيبه، بتجيب علبه قد كده اهو، بتفتح بتلاقي 2 من دول ب 4 جنيه، فالواحد من ده ب 4 جنيه. اوكي تعالوا بقى دلوقتي نفتح ونجرب وندوق. الواحد بس هنا ب 4 جنيه. اوكي نفتح. ما شاء الله. ايه ده اول حاجه ريحه القرفه ظاهره جامد فيه في يعني حرفيا. طبعا احنا عارفين ان المعمول بيبقى معمول بالزبده. ايه ده؟ بس ده مش شكل معمول اللي احنا نعرفه. اوكي يعني ده حتى مش شكل الرسمه اللي مرسومه. شكل الرسمه اللي مرسومه ان هو فيه نقش، حتى ده ما فيهوش اي حاجه. ده بسم الله الرحمن الرحيم ومكسر لا بس ممكن يطلع طعمه حلو. المهم ان ده شكله من جوه عامل زي الكحكايه بتاعت العيد. لا الكحكايه العيد شكلها احسن. فتحنا ندوق بقى. بسم الله. بصوا هو طعمه الاول اول ما قطمت اول قطمه هو ريحه القرفه باينه فيها قوي قوي. طبعا احنا عارفين ان هو معمول بالعجوه العادي بتاعنا بس بالقرفه، هو فعلا طعم القرفه باينه فيه. معمول كويس بس مش عارف، حاسس ان هو قرفه بس، يعني مش حاسس بالعجوه قوي بس القرفه تمام. بس هو طبعا فيه كميه عجوه قليله طبعا بس باين اكتر القرفه، وطعمه مسكر زياده عن اللزوم ماشي. يعني انا لحد دلوقتي لما اجي اقارنه مع الكلاسيك بتاعنا اللي هو ده ماشي، فالكلاسيك طعمه احلى من ده، بس ده اللي بيحب القرفه هو احسن بكتير. بس هو شكله مش مخدوم كويس، مش معمول زي التاني. بس هو طبعا حاجه معروفه، احنا جربنا قبل كده حاجه منتجات من ابو عوف، هتلاقوها عندي في القناه في المنتجات. هبقى احط لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، اللي عايز يرجع يشوف المنتجات اللي كانت بتنزلها ابو عوف. على فكره بتنزل حاجات محترمه وكتيره، بس دي لحد دلوقتي انا اقدر اديله 6 من 10، ويا رب يبقى فيه احسن في المنتج الجاي اللي احنا هنجربه. يلا بينا على المنتج التاني. المنتج بقى التاني معانا من ابو عوف برضو، معمول ماشي طبعا محشي عجوه ومن بره شوكولاته. بس هو هنا حاجه غريبه، بيقول لك ايه محشو بالعجوه المجدوله، يعني جاي من الجدول الدوري الحديث. يا لهوي. المهم هنجرب المنتج ده. شايفين صورته بتبقى اوضح جنبيه هنا اهو للي مش شايفه يعني في ايدي. طبعا المنتج كده برضو ب 4 جنيه الواحده. بس انا كل واحد بدوقه وبقارنه بالاصلي عشان اشوف هل يستحق ان انا اجيبه ولا لا. كده ما شاء الله ماشي مش هوريها لكم انسى ماشي. لا مش هوريها لكم. انت بتخليني دلوقتي لو معايا خنجرين اجيبهم كده وارشق واحده في قلبي وواحده. المهم فتحناه. بصوا اول حاجه شكله عامل كده، تحس ان انت هتاكل كيكه مش جواها معمول. بس يا رب يكون طعمه حلو. لان بصراحه طبعا زي ما انتم شايفين المنتج جنبيه هنا ابو عوف. بس ابو عوف دي مش بتاعت قهوه تقريبا. كل يا عم احنا مالنا، ربنا يبارك لهم في حيالهم يا عم، يعملوا شوكولاته ومعمول وقهوه. يا عم ما تمسك الخشب احنا ناقصين اعرفك. ايه ده؟ اولا انا سعيد ان انا دقت المنتج ده، بصراحه سعيد ان انا دقته. الطعم اولا البسكوته نفسها اطرى من الاولانيه اللي احنا دقناها. تاني حاجه الشوكولاته طعمها لذيذ
لذيذ، يعني مش شوكولاته بس طعمها وخلاص، لا طعم الشوكولاته لذيذ. العجوه جوه مش باينه، طعم العجوه برده مش باينه، يعني هي مش اكنه بالعجوه، فاهمني؟ بس الشوكولاته ولا طعمها باين اكتر، مع ان البسكوته معموله كويس. لا تستاهل دي الصغيره دي، تستاهل ال 4 جنيه وش، ماشي؟ فهي ب 4 جنيه زي ما احنا قلنا، تستاهل مني 9.5 من 10، عشان انا مش اي حاجه بتاخد معايا 10 من 10، بس هي رائعه 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 للي عايزها. بس انا مديها 9 من 10، 9.5 من 10 عشان خاطر سعرها، هي صغيره جدا على 4 جنيه. خلاص. تناقض بقى دلوقتي بين المنتج ده والمنتج ده، المنتج اللي احنا دوقناه في الاول والمنتج اللي احنا دوقناه في الثاني. فالتناقض ان كان بين الناس اللي شغالين معايا اتفقوا، واحد فيهم قال لي يا عمي لا الاولاني القرفه طبعا اللي هو دوت طعمه احلى، والتاني قال لي لا ده اللي طعمه احلى. على العموم انا ده اديته 6 من 10، ده اديته 6 من 10، وده انا اديته 9.5 من 10. انتوا جربوا وذوقوا، واللي هيتفرج على الفيديو يا ريت بعد ما يتفرج يدوس لايك. بص بشغل دماغ، يدوس لايك، بعد كده يكتب لي تحت في التعليقات هو عايز ايه. هنجرب بقى المنتج الثالث مع بعضينا دلوقتي، ماشي؟ هنبدا بقى مع المنتج الثالث دلوقتي. هو المنتج ده تمام، طبعا بتلاقوه ظاهر جنبي عشان تشوفوه بشكل اوضح. خلاص دلوقتي هنفتح ونجرب ونشوف. طبعا قبل ما نفتح، ماشي، ده معمول زي ما موضح عندكم في الصوره انه بالشوكولاته البيضاء. طبعا احنا دوقنا بالشوكولاته السوداء، فندوقه بقى بالشوكولاته البيضاء. يلا نفتح ونجرب ونشوف. نقول له مع السلامه يا ابني. ايه فتحنا، ايه ده؟ ده شكله من جوه طبعا ابيض عشان بالشوكولاته البيضاء، سبحان الله. المهم فتحنا، طبعا برضك البسكوته شكلها اخف طبعا من البسكوته اللي احنا دوقناها في الاول، فهندوق ونقول بسم الله. بص، هو اولا هو طعمه حلو لانه معمول، وابو عوف شركه معروفه يعني، بس انا مش لاقي فيه اي نوع من انواع الشوكولاته البيضاء. الشوكولاته البيضاء ليها طعم، والشوكولاته البيضاء لازم تكون مسكره سنه، واحنا عارفين قبل كده وكلنا عارفين كده ان الشوكولاته البيضاء لازم تكون مسكره سنه عن الشوكولاته الثانيه. انما هنا مش باين لها طعم، مش باين غير طعم البسكوت العادي اللي هو البسكوت بتاع المعمول بطعم العجوه. يعني دي ما تفرقش اي حاجه عن معمول القديم بتاعنا اللي هو ده في اي حاجه. فانا بقول لكم من الاخر اني لو لقيت المنتج ده ماشي هو زيه بالظبط زي التاني، لولا بس ان هو متغلف في طبقه من الشوكولاته البيضاء اللي هي مش مؤثره عليه في اي حاجه خالص، تمام؟ وانا شايف ان هو ما يستحقش، المنتج ده ما يستحقش 4 جنيه. خلاص، هو شكله حلو، هو الوحيد اللي يمكن شكله حلو. فانا لو هقيمه هديله 6 من 10 بسبب اولا الكرياتيف، الفكره، وشكل الكيس هو شكل محترم. طبعا البسكوته حلوه والعجوه حلوه، مش هنقدر نتكلم ماشي، بس مقارنه ان ب 4 جنيه فده هينزل من تقييمه فياخد 6. بس هو مش احسن حاجه يعني، اللي هو بالشوكولاته الثاني اللي هو دوت اللي احنا لسه داقينه من شويه، اللي قبل ده على طول كان طعمه خرافه. ولو هنجيب حاجه ب 4 جنيه من الثلاثه دول اكيد هختار الثاني، انما ده انا هديله زي ما قلت لكم 6 من 10. واستنوني عشان اقول لكم دلوقتي مين احسن منتج، من غير ما اقول انتوا خلاص عرفتوا تقريبا مين هو احسن منتج بالنسبه لي في المنتجات الثلاثه. واللي يعرف يجرب المنتج ده يجربه ويبقى يقول لي عمل ايه ويقول لي الدنيا، ويستنوني. وزي ما احنا قلنا دلوقتي في الختام بعد ما راجعنا الثلاث منتجات، بيبقى رايي وراي بعد كده اللي هم بيصوروني واللي قاعدين معايا وبتاع المونتاج. بعد ما رجعت الكلام كله لقيت ان المنتج دوت اللي هو الشوكولاته هو كان احسن منتج فعلا، ويستحق ان هو يكون احسن لانه فعلا كرياتيف وفعلا مفيد. يعني اقدر اشتريه ب 4 جنيه صغير بس طعمه حلو، اقدر استعمله. ابو عوف شركه مش قليله عشان نقول ان هي بتعمل، لا المعمول كان طعمه جميل، بس هو كان عيبه الوحيد ماشي ما كانش متهيألي ما كانش ليه عيب عندي غير السعر. تمام. تاني حاجه بالنسبه لي اللي هو المعمول اللي هو ده
اللي هو بالشوكولاته البيضاء، متهيألي ان هو تاني احسن واحد انا دقته النهارده. البسكوته طعمها حلو جدا، العجوه حلوه جدا، بس الشوكولاته البيضاء مجرد شكل بس، لانها مش معموله حلو ماشي، بس مش لايقه مع المعمول من وجهه نظري. واللي يدوق تاني ويقول لي لا انت غبي، ويقول لي سعر تاني، ويقول لي ان هو احسن، براحته. بس انا شايف ان هي ايه، مجرد افوره وخلاص. المنتج بقى التالت بالنسبه لي، او اللي هو اقل تقييم بالنسبه لي زي ما احنا شايفين كده، اللي هو ايه، بطعم القرفه. معك من ان القرفه فيها طعمها ظاهر جدا 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 جدا، يعني اللي بيحب القرفه هيلاقي طعم القرفه موجود. بس انا شايف ان البسكوته كانت تعبانه، كانت اقل شكل بسكوته انا شفتها في حياتي، مش مرسومه صح، معموله اي كلام. ولما دقتها القرفه حلوه، طعم القرفه باينه، اللي بيحب القرفه هيشوفها حلوه. بس انا شايف ان ده اقل حاجه ممكن. انا اديتها برده 6 من 10 زي الشوكولاته البيضاء، بس على الاقل الشوكولاته البيضاء كان فيها فكر وكرياتيف. شركه ابو عوف شركه كبيره، واحلى حاجه فيها ان هي بتخرج من القهوه وبتعمل حاجات كتيره جدا غير القهوه، ودي حاجه تشكر ليها. بس برضو التقييم تقييم، وما ينفعش ايه نهبل ونألف ونعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. فمن الاخر هي دي تقييمي للمنتجات الثلاثه لابو عوف، معموله ابو عوف. واستنوني لو لقينا منتجات جديده او غريبه تانية ان شاء الله الفيديو الجاي هنقولها. وما تنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب، واللي داس لايك يلغي اللايك، واللي اشترك يلغي الاشتراك كده. يعني اهم حاجه نتفاعل مع بعضينا كلنا ان شاء الله، ماشي. وانتظرونا في فيديو جديد من فيديوهات مون فرانك ان شاء الله في الفيديو الجاي.